بما انه انا حاليا وراي شغل، فحبيت صراحه قبل ما اروح للشغل اسوي معاكم مقارنه سريعه بين ام نانا وماما، مع احترامي الكامل لام نانا طبعا، لكن بما انه بنتك هي اللي بدات وفتحت بث امس ودخلت ناس بس علشان يتكلمون عن امي، احس جاء الوقت اللي اسوي فيها المقارنه علشان الكل يعرف الفرق. اولا يا جماعه وقبل كل شيء انا بصراحه حابه اعتذر على المنظر اللي انتم شفتوني فيه بالمقطع الاخير، صراحه انا مو كذا، لكن انا امس كنت اسجل البث كامل لاغراض قانونيه يعني، فلما جاء موضوع امي او لما تجر او جابوا طاري امي كانت جنبي وكانت تسمع البث بما اني انا اسجله، وفجاه شفتها تبكي وتنكدت علينا الطلعه ورجعت وقفلت الباب على نفسها وكانت مره زعلانه، فانا مره زعلت يعني. انا يعني هم كلهم ثلاثه عائلتي، انا واخوي اللي بكندا وامي واخوي الصغير، فانا مره احبهم، فمره انقهرت انه يعني ناس زي هذول بكوا امي، فهمتوا؟ فانا مره انقهرت. عشان كذا يعني عشان دمعه امي بالذات اقسم بالله الموضوع هذا لو ايش ما صار انا ما حاسكت عنه، وحتشوفون باذن الله اليوم ولا بكره ولا بعد اسبوع او اسبوعين او قرن انا راح اخذ حقي، يعني راح اخذه وحق امي قبل حقي. يا جماعة كلكم تعرفون علاقتي السابقة مع خالد، الشخص هذا كان في يوم من الأيام خطيبي، والسبب الرئيسي اللي خلانا ننخطب اللي هو كانت أمي كانت جدا خايفة علي بما إني أنا كنت عايشة لوحدي، وكانت تشوف إنه أنسب طريقة لإنها تطمن علي إني أنا أكون مع رجل. وطبعا أول مرة عرفت فيها خالد كانت عن طريق اللي هو الترند الهندي، كنت أنا وقتها أحتاج إنه أحد يصورني، فدلتني واحدة الله يسعدها يا رب عليه، والشخص هذا بعد ما تعرفت عليه اكتشفت إنه رجل، وفعلا كان رجل بما فيه الكفاية لإنه يجي لمصر ويتقدم لي عند امي. بعد ما خلاص يعني خطبنا اكتشفنا انه احنا دخلنا العلاقه هذه بشكل سريع جدا، وبدون ما اخذ بالتفاصيل انفصلنا. رغم اننا انفصلنا الا اننا الى الان نكن لبعض كل الاحترام والتقدير، وفعلا الى الان كل ما احتجته الاقيه بظهري والاقيه واقف معي. إننا كنا مخطوبين إلا إنه في أشياء كثير أمي ما كانت راضية عنها إحنا كنا نسويها، مثل اللايفات اللي كنا نطلع فيها مع بعض وغيرها من باقي التصرفات اللي أمي كانت رافضة رفض قاطع إننا نستمر عليها، وهذا الشيء صراحة سبب شوي توتر علاقة، بالإضافة لأشياء ثانية خلتنا ننفصل. فأنا جالسة أذكر العلاقة هذه حاليا ليش؟ علشان أقول لكم إنه أولا أمي كانت على دراية بهذه العلاقة قبل الكل، إنه خالد لما جاي يتقدم لي عند أمي. ثانيا إنه رغم إنه في كثير أشياء غلط أنا أسويها، لكن أمي كون إنها إنسانة عربية ومسلمة قبل أي شيء فهي كانت ترفض جدا تصرفات بنتها اللي هي أنا. وأسأل الله العظيم إنه يجي يوم من الأيام أكون بنفس عفة وطهارة أمي، لأنه الإنسانة هذه فعلا أنا ما شفت أطهر منها بحياتي كلها. هذا بخصوص أمي. أم نانا بكل اختصار أنا ما حأخوض هي إيش تسوي أو إيش ما تسوي، لأني مثل ما قلت لكم أنا إلى الآن صراحة أحترمها وأنا أقدر جدا الأمهات وما أحب إني أنا أتكلم كثير عنهم، لكن بما إنه أنا ذكرت علاقة سابقة لي فرح أذكر علاقة سابقة لنانا وراح أقول رأي أم نانا أو راح أسمعكم بصوتها رأيها بهذه العلاقة. أنا يا جماعة لما كانت معي بدبي ممكن هذا السبب الرئيسي اللي خلاها تكرهني أصلا، أنا كانت تبغى تطلع مع أحد الأشخاص بشكل متكرر وأنا كنت خايفة عليها وأمنعها. هذا هو السبب اللي كان مخليها تذكر بشكل متواصل إنها حاولت تهرب من بيتي وإنها حاولت تطلع من بيتي، وأنا كنت أحاول أمنعها، كانت تحاول تطلع علشان تقابل هذا الشخص. أنا ما علي فيها، هذه حياتها وهي تتصرف فيها بالشكل اللي تبغاه، لكن بما إنه أمها قبل ما هي تروح وصتني عليها فكان لازم إني أنا أحافظ عليها، رغم إني أنا حاولت بس هي ما كان يفرق معاها نفسها. عموما البنت هذه يا جماعة كانت بعلاقة مع أحد الأشخاص أوكي، وكانت تطلع معاه بشكل متواصل، وأنا صراحة توقعت إنه أم نانا ما كانت تعرف عن هذا الموضوع، بس تدرون الصدمة وين؟ إنه أم نانا طلعت على دراية بهذا الوضع، يعني هي عارفة إنه بنتها جالسة تطلع مع شخص يوميا، ورغم إنه ما بينهم أي علاقة رسمية مثل الخطبة أو الزواج أو غيرها، تطلع معاه بآخر الليالي. تدرون الصدمة وين؟ إنها حرفيا كانت موافقة على هذا الشيء، إنه هم عندهم كعائلة عادي عندهم هذا الطبع، إنه بنت تطلع مع ولد حتى لو ما بينهم علاقة، وإنهم يتأخرون لمنتصف الليل لوحدهم، كل هذا كان طبيعي وعادي بالنسبة للأم. بابا تقول انتي بنت الأصول والدعم فيك، كل الرجال طز فيهم ولا واحد وقف واللي وقف اللي انتي تسويها، حتى بالكلام اتصال تليفون الخرا الخايسين ما يسوونها. لا أنا ماما تقول الحق معاك، لما كنت تقولي لا تطلعي مع عبد الله انتي كنتي الصح، عبد الخرا ذاك حتى تليفون ما يرد، اختفى، صار حاط اختفى. زي ما سمعتوا بالفويس حرفيا هي كانت تتكلم عن العلاقة اللي أنا كنت رافضتها بالمقام الأول، تتكلم عن علاقتها بهذا الشخص وتذكر إنها تطلع معاه قدام أمها، وأمها طبعا كانت سامعة وعلقت على هذا الموضوع. طبعا الشخص هذا خذلها، وأول ما صارت الحرب كان أول شخص يتركها ويسحب عليها، حرفيا الشخص الوحيد اللي عرف يتعامل معاها صح. يا
جماعة أعيد وأكرر، أنا في كثير أشياء غلط أنا أسويها بالسوشيال ميديا أمي ترفضها رفض قاطع، وفي أحيان مرات أمي ما تكلمني بالأسابيع، مو بالأيام، بالأسابيع، لأني أنا أسوي هذه الأشياء. أنا أمي أحسن مني بكثير، وأحسن أكيد من نانا وأم نانا بكثير. تجين أنت يا نانا تسمحين للناس إنهم يتكلمون عن أمي، أوكي؟ وبس والله يا جماعة أنا لازم أستأذنكم الآن لأنه وراي شغل، لكن مثل ما قلت لكم حقي بهذا الموضوع بالذات وحق أمي قبلي أنا ما حأتركه لو إيش ما صار. أنا صراحة حابة أعتذر أخيرا لخالد لأنه هو ما كان يبغى إني أنا أتكلم بهذا الموضوع، بس أنا حأتكلم عنه برضو عشان ترحمون الرجال من كلمة إيجار واستئجار، إنه هو رجل، هو أكبر بكثير من إنه تنقال له كلمة زي كذا، لكنه كان يتحمل كل هذا عشاني، لأنه أنا راح كنت أرفض أنا أبين حقيقة خطوبتنا، لأنه أنا كنت أثناء العلاقة أصلا حاسة بلخبطة، ما كنت عارفة هل فعلا إحنا حنستمر ولا ما حنستمر، وهذا هو السبب اللي كان يخليني أشيل الخاتم وألبسه كل شوي. ولأنه كمان حسيت إنها مو حلوة بحقي إني أنا أقول إني أنا كنت مخطوبة وقدر الله لي وانفسخت، بس خلاص هذا اللي صار، لازم تعرفون الحقيقة عشان ترحموا وترحموني من هذا الموضوع. وبس أنا حاليا مضطرة إني أنا أروح لشغلي، وبإذن الله أنا وماما يا جبل ما يهزك ريح وذاك الشبل من ذاك الأسد، بإذن اللي ما تنام عين. الموضوع هذا صفحة وانطوت، حآخذ حقي بطرق أخرى بإذن الله غير السوشيال ميديا. وأما الآن يا جماعة كنت أبغى أروح، بس شفت شيء مرة يضحك وحسيت لازم نختم فيه المقطع. تخيلوا نانا إيش جالسة تسوي، أوه ماي جاد قد إيش هالبنت حرفيا وجهها مغسول بمرة. تخيلوا يا جماعة إنه آخر بوست لنانا بعد البث حق أمس اللي تكلمت فيه وخلت الناس يتكلمون فيه عن أمي وعني، وهذا البوست اللي كانت فيه تستعرض جلوس ديور وتكتب انها مبسوطه فيه لانه من ديور. طيب نانا نسيتوا انه هذا مني؟ شوفوا انا مو من عادتي اني انا امن، اوكي، وهذا ما يعتبر من ابدا، لكن ايش البجاحه هذه اللي فيك يا ادميه؟ يعني انت فاتحه بث تتكلمين فيه عني عن امي، انت تنزلين هذا المقطع وتستعملين فيه هديتي. طب اذا انت ما تطيقيني لهالدرجه رميتي؟ اوكي يا بنات، طبعا انا جبت من سيفورا اشياء قليله، اوكي، اللي هي هذا، اوكي، وهذا، اوكي، هذا عبارة عن ايش؟ عبارة عن ليب اويل. خلوني بس اوريكم لونه. هذا واو الدرجة مرة جدا نفسك على الشفايف دحين عشان اللايت وكذا ما يبين مرة، بس مرة حلو، مرة حلو مرة. طيب عشان كذا انا جبت اثنين، واحد لي واحد لي. ها؟ ياي ياي شكرا. مرة أحبها والله مرة أحبها حبيبي يا اخوي حبيبي، مرة أحبها، كل يوم راح استخدمها عشان تكون مبسوط. انا مبسوط، واهم شيء تجي دبي طبيعية مو طبيعية يا جماعة قبل ما انجل.